تختار بعنايه. علاش داك الولد الصغير واحد اللغز في يدين الشرطه يدير جريمه اخرى ولا من اجل الفلوس، الظروف اللي غامضه وكيبيعهم في الدارك ويب بثمن خيالي. سير ديال الجريمه اكثر رعب بلا ما يناقشوه في لي ديتاي، واختار منهم هذاك الولد. اليوم جيت باش نعاود لكم واحده من ابشع الجرائم اللي دازو في مصر. بالنسبه لي انا كتعتبر واحده من اخطر الجرائم. الدافع ديال هذه الجريمه غريب بزاف صراحه، مولفينوش المجتمعات العربيه والمجتمعات الاسلاميه. الجريمه ديالنا وقعت في مصر، واحد الطفل كيختفي في واحد الظروف اللي غامضه، ولكن الصدمه كانت في الطريقه اللي لقاوها به. باش كنت كنوجد هذه الحلقه، هذه الجريمه اثرت فيا بزاف، حيت اللي من مورا هذه الجريمه ماشي غير التفاصيل ديالها البشعه، ولكن الرابط بين الجريمه والعالم اللي ولينا كنعيشوا فيه دابا، الدوافع ديال الناس اللي يقدروا يديروا هذه الجريمه. غنعطيكم الماكسيموم ديال لي ديتاي بدون ذكر الاسماء. القصه بدات في واحد النهار عادي، واحد الدري كيلعب ترونكيل بحال اي واحد عندكم في الحومه ولا درب ولا كتشوفوه في الزنقه. كيعيش في واحد المنطقه سميتها شبرا الخيمه في مصر. خرج، ولكن هذه الخرجه ما كان عارف حتى شي واحد، غتولي كابوس ما غيمكن لا انت لا انا لا والديه حتى شي واحد يتخيل. نسميو الطفل ديالنا محمد اللي عنده 14 عام. داز واحد شويه الوقت ما رجعش محمد. هنا الاهل بدات عندهم تساؤلات. اول حاجه غيديروها واللي اي واحد فينا غيديرها بلاصتهم، غيخرج غيبدا يقلب عليه، غيسول الجيران، غيسول الناس اللي كاينين في الشارع، غيسول اي واحد تما. ولكن الطفل ما عنده حتى شي اثر. بيان سور القلب اي والدين وناس قراب لذاك الطفل كل ما كيتزاد الوقت كتزاد الضغط، كتزاد المخاوف، كتزاد الشكوك خاصه ديال الام، كيبدا الرعب يسيطر على كل شيء. وهذا الشيء اللي غيستمر اليومين من الزمن. تصور معايا كيفاش غتكون الحاله ديال الام في ديك اليومين. وهنا غيجي داك الخبر اللي حتى شي واحد ما كان باغي. الجثه ديال محمد لقاوها في واحد المنطقه اللي مهجوره قريبه من الحي. وإلا قلت لكم ان المشكل ماشي في الجثه، في انه تلقى ميت. تخيل معايا انك تلقاه ميت وهذا ماشي هو المشكل كيفاش تلقى ميت، حيت التفاصيل اللي كشفتها الشرطه ابشع من داكشي اللي كيتخيلوا اي واحد فينا. لقاو واحد الاثار ديال التعذيب اللي ما يمكنش يوصفها العقل، واحد التعذيب بوحشيه، حيت انه تم انتزاع ديال الاحشاء ديال الطفل بواحد الوحشيه تامه. اي ان هذه الجريمه حسب الشرطه ما يمكنش يكون واحد الانتقام من والدين الطفل ولا سرقه باش يسرقوا الطفل. ما عندك ما تسرق في ولد صغير اصلا، شنو غادي تسرق فيه؟ يعني كانت بشي دافع اخر. هادشي هو اللي خلى الشرطه تزيد تقلب وتزيد تعمق في البحث. ولكن علاش داك الولد الصغير؟ علاش بديك الطريقه؟ علاش هادشي؟ علاش هنا غتولي القضيه واحد اللغز في يدين الشرطه ويبداو يعمقوا في البحوث ديالهم. دابا الشرطه الطفل كان كيعيش واحد الحياه عاديه، ولكن داك النهار اللي كنسميه انا يوم مشؤوم، هو كيبقى طفل. الاطفال حنا كنعرفوهم هما طيور الجنه، لكن مشؤوم نقدر نقول على والديه وعلى لونطوغاج ديالو. داك الطفل قابل واحد الشخص اللي كيعرفو وماشي ما كيعرفوش، واحد السيد خدام في واحد القهوه في الحومه ديالو، واللي وهمو انه عنده واحد الكادو بغى يعطيه ليه. الطفل كاي طفل كان سعيد ومتحمس باغي داك الكادو، حيت السيد كيعرفو في الدرب. مشى معاه للدار، وانا ما كانش عارف انه غادي المصير ديالو المحتوم. هنا غادي تبدا لينا التفاصيل ديال الجريمه اكثر بشاعه. القهوجي، هاد الدري اللي خدام في القهوه، الولد للدار جبد له واحد المشروب، دار له فيه واحد المخدر، هو يخدر لينا الطفل ديالنا. تشلات الحركه ديالو نهائيا. وهنا داك نقدر نسميه مريض دار الجريمه ديالو اللي ما كيمكنش للعقل يتخيلها. حسب التحقيقات ما عرفتش كيفاش غنوصل لكم معلومه، يبدا كيفتح الولد وكيخرج منه الاعضاء البشريه من العينين من كل شيء. الخطير في هذا الشيء هو انه كان كيصور الجريمه، كان في ابل فيديو مع واحد الولد اخر. تخيل معايا هذا كان كيهضر مع واحد الولد اللي عنده 15 عام من اصل مصري ساكن في الكويت. هذا الولد هو اللي كان عاطي الفلوس لداك الدري اللي خدام في القهوه، قال له جيب لي ولد ومثل لي هذه الجريمه قدام عيني وانا كنشوف فيك وانا كنسجل. الخطير اكثر هو ان هذا الولد حسب الدري اللي خدام في القهوه تختار بعنايه، اي جاب له تصاور ديال بزاف ديال الدراري واختار منهم هذاك الولد. وهذا الشيء كامل على ود الفلوس. داك الولد اللي عنده 15 عام كاين في الكويت عطى لذاك مول القهوه ما يعادل 5 مليون جنيه مصري باش ينفذ له هذه الجريمه ويصورها ليه ويشوف داك الشيء. في الاخر يقدم له حتى ديك الاعضاء البشريه. انا اللي ما بغاش يدخل ليا الراس هو كيفاش ولد عنده 15 عام يطلب هذا الشيء كامل. شنو هي العقليه اللي عند هذا الولد باش يطلب انه يشوف هذه العمليه كدار قدامه؟ راه بصح هذه الجريمه ماشي عاديه. الشرطه الكويتيه غتسارع
وتلقى القبض على هذا الولد، والصدمه انه كان كيحاول يدير جريمه اخرى بحالها تقريبا، وغيعترف لهم انه كان كيحرض على بيع الاعضاء وكيختار بعنايه الناس اللي ينفذوا ليه هاد العمليات، كيتبازى على الفقر ديالهم والحاجه ديالهم للمال، وكيفرض عليهم يديروا داك الشيء بلا ما يناقشوه في لي ديتاي. واعترف عاوتاني انه كان كيتاجر بدوك الفيديوهات اللي كيوصلوه وكيبيعهم في الدارك ويب بثمن خيالي. المتهمين بجوج كيتحاكموا دابا، واخر اخبار ان المحامي ديال المتهم الثاني الولد اللي كاين في الكويت اغمي عليه منين شاف الصور من كثره البشاعه ديال داك الفيديوهات والبشاعه ديال الصور اللي شافها. المتهمين بجوج اعترفوا بالجريمه ودابا في انتظار الحكم عليهم. المحاكمه خدات بزاف نظرا للابعاد ديالها. بالنسبه لي انا اللي باقي ما بغاش يدخل ليا البال هو كيفاش مبرمج العقل ديال الولد اللي عنده 15 عام يقدر يدير هذا الشيء، ولا من اجل الفلوس كيفاش غادي تقدر تقطع ولد تاخذ له الاعضاء. الله يحفظ لنا وليداتنا والله يحفظ لاي واحد وليداته. الا عجبتك الحلقه ما تنساش تابونا في لاشين، بارطاج الفيديو مع الناس اللي عزازين عليك، وتسناو الحلقه الجايه اللي غتكون قريبه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.